بيبدأ فيلمنا في مدينة كده وبنروح لبيت كله دفع مع عيلة بتتعشى مع بعض ومبسوطين، بس اللي بنلاحظه إن واحدة من بنتهم اللي بيبقى اسمها هولي محدش مهتم بيها ودايما متجاهلينها كأنها مش موجودة أصلا، ولما بتطلب منهم الطبق عشان تاكل مش بيديهولها. ومع الوقت بنلاحظ إن علاقة هولي بمامتها حلوة جدا وبيبان عليهم هما الاتنين بيحبوا بعض جدا، بس للأسف كل ده بيتشقلب لما مامتها بتتعب فجأة وبيبقى عندها سرطان وبيبقى باين عليها التعب جدا. وطول فترة التعب دي بنشوف هولي وهي قاعدة مع مامتها طول الوقت عشان تسليها وبتحاول تبين لها الفرحة عشان نفسيتها ما تتأثرش، بس للأسف دوام الحال من المحال، وبعد تعب مامتها بفترة كده للأسف بتموت. وطبعا بتبقى هولي زعلانة جدا من اللي حصل وما بتبقاش مصدقة لأنها كانت بتحب مامتها جدا. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف أهل هولي وهم قاعدين بياكلوا مع بعض العشاء كعادتهم، وبنشوف أبوها وهو بيبدأ يسأل كل إخواتها عن يومهم كان عامل إيه وإيه اللي حصل معاهم في المدرسة عشان يطمن على نفسيتهم، وبيبقى متجاهل هولي ولا كأنها معاهم. ومش كده وبس، لا بيمسحوا اسمها من على باب اوضتها. وكمان لما بتروح هولي المدرسة بتبقى متضايقة جدا عشان حتى المدرسة ما بقاش مديها هي كمان اي اهتمام خالص لما بترفع ايدها وعايزة تجاوب. وفي نفس اليوم ده بالليل بنشوف العيلة كلها وهم بيتصوروا مع بعض صورة عائلية احتفالا بأول يوم مدرسة وكده، بس الصدمة انهم لما بيتصوروا بيشوفوا الصورة بتبقى هولي مش موجودة اصلا في الصورة وكأنها مخفية. ولما بتسألهم ايه اللي بيحصل معاها وانها محتاجاهم يردوا عليها، بس ما حدش بيسمعها ولا حتى حد بيرد عليها. ولما بتقرر تروح لاوضتها عشان تقعد شويه بتتصدم انه حولها لاوضه كراكيب ملهاش اي لازمه وكانها ما كانتش عايشه معاهم اصلا. وبنشوفها وهي قاعده على سلم بيتهم وبتبقى متضايقه جدا من اللي اهلها والناس بيعملوا معاها وانها كده حد ما يتحبش، بس فجاه بتستوعب انها بقت مخفيه وان الناس مش بيكرهوها ولا حاجه، هم اصلا مش شايفينها حرفيا. وبعد كده بيعدي عدد سنين معينه وبنشوف هولي واللي بيبان عليها انها كبرت وبقت يعتبر كده في سن المراهقه، وبيبان عليها انها خلاص اتعودت على انها تبقى مخفيه وانها ما تتكلمش مع حد تاني، وبتبقى عايشه في شقه لوحدها. وبنعرف انها عايشه على انها تطلب حاجات اونلاين، ولما بيجي الدليفري بتحط له الفلوس من تحت الباب ولما بيمشي بتاخد الطلبيه، وبتبقى خايفه لحد يشوفها لحسن يجي له سكته قلبيه ولا حاجه لما يلاقي الحاجه بتتحرك لوحدها. وبنعرف كمان ان هولي بقى عندها شغل. ايوه يا عزيزي يا عاطل ايه عذرك دلوقتي. وبنعرف ان شغلانتها بتبقى بالليل بس، وبتبقى بتستغل ان محدش يقدر يشوفها وبتمشي ورا المشاهير عشان تفضح كل واحد فيهم فضيحه محترمه. وكمان بتصورهم كانها بتشتغل صحفيه كده وبتروح تبيع الاخبار الجميله والفضايح للصحافه. وبنعرف كمان انها بتكلمهم من التليفون بس كله رسائل عشان هي بتبقى عارفه ان محدش هيقدر ولا يشوفها ولا يسمعها. وبيبان على هولي انها مبسوطه جدا من الشغلانه دي عشان بتقدر انها تعمل كل حاجه براحتها وبتقبض كمان فلوس محترمه، وكمان بتروح في اي حته هي عاوزاها ومحدش بيقدر يكلمها مع انها بتخالف كل قواعد المكان بس هي مبسوطه. وفي يوم وفي نص دوريه شغلها بالليل بنشوفها وهي بتمشي ورا حد من المشاهير كعادتها، يعني مش حاجه جديده وبتبقى داخله بار فبتمشي وراها. بس المفاجاه هنا لما بيلاحظها حارس الامن بتاع البار ده واللي بيبقى اسمه شين، وفعلا بيشوفها كمان وهي بتصور المشهوره دي. واول لما هولي بتمشي وكانت طالعه خلاص من المكان بعد ما خدت مصلحتها وهي الصور، فجاه بيقفشها شين وبيمشي وراها وبيمسك ايديها وبيسالها هتستفادي لما تصور الناس في البار يعني. وطبعا هولي بتبقى مصدومه ومش مصدقه نفسها ان حد شافها ولاحظ وجودها، وبيبقى بقالها سنين ما بتتكلمش مع حد فدي بالنسبه لها معجزه. وبعد كده بنشوف شين وهو بيزعق لها وبيقرر يطردها من المكان وبيعرفها انها لازم تسيب الناس في حالها وفي حياتها واللي بتعمله ده مش حلو ليها. ولما بيخرج حارس تاني غير شين عشان يولع دخان بتفضل واقفه قدامه وبتساله هل هو سامعها، بس هو ما بيبقاش شايفها ولا سامعها زي الست اللي ماشيه في الشارع دي، وبيبقى اللي حصل لها ده غريب جدا. وبعد كده بنشوف هولي في تاني يوم عند قبر مامتها عشان تحكي لها عن اخر فتره في حياتها، وبتفضل تحكي لها عن حوار حارس الامن اللي كان في البار امبارح ده وانه شافها وقدر يسمعها ويتكلموا كمان مع بعض. وبعد كده بنشوف هولي بعد لما روحت بيتها وبتبدأ تبحث عن شين أكتر عشان تعرف مين ده وإيه علاقتهم ببعض، وبتتفاجئ لما بتعرف إنه مش مجرد شخص عادي وإنه طلع مقاتل كبير ومحترف كمان في الحلبات اللي تبع الفنون القتالية. وبتعرف كمان إنه كان ليه علاقة حب مع حبيبته واللي بتبقى ممثلة مشهورة جدا. وبتعرف كمان هولي إن الشرطة جابته وانضرب عشان كان بيخون حبيبته. وبنعرف كمان إن اللي حصل ده كان بسبب هولي، وبتبقى هي السبب إن حياته كلها تتدمر بسببها، من ناحية إنه خسر حبيبته وكمان خسر شغله وخسر صاحبه وخسر كل حاجة عشان صورتين انتشروا. وبيبقى باين على هولي انها متضايقه من اللي عملته وبتبدا تحس بالذنب، وبتقرر انها تروح له عند شغله في البار عشان تتكلم معاه شويه. ولما بتوصل بنشوفها وهي بتعترف ليه بكل حاجه هي عملتها، وهو بيبقى متعصب جدا بعد اللي سمعه ومن اللي هي عملته، وبيعرفها انها كانت السبب ان حياته كلها باظت، وبتعرفه انها تقدر تساعده انه يرجع حياته زي قبل كده.
وانها تقدر ترجع سمعته وتبقى احسن، وكمان ترجع له شغله ومسيرته المهنيه في المصارعه، وكمان تقدر ترجع ليه حبيبته. كلنا محتاجين هولي يا جماعه في حياتنا والله. وبتعرفوا كمان انها هتساعده بكل حاجه هو يطلبها منها بكل شروطها وما يقلقش يعني. وبعد كده بتعرفوا هولي حاجه مهمه جدا، وهي ان هو الوحيد اللي بيقدر يشوفها ويسمعها وسط الناس دي كلها، بس هو طبعا ما بيصدقش الهبل اللي بتقوله ده. وبعد شويه بنشوف شين لما بيقابل مديره، وبسبب ان المدير ما بيشوفش هولي بتنجح في انها تنقذ وتساعد شين، وبتنجح انها تفضح مديره اللي بيبقى عايز يخصم $500 من مرتب شين. وبسبب موقف الجدعنه اللي هولي عملته ده بيصدقها شين اخيرا، ومش بس كده كمان بيوافق على عرضها ليه وانها تساعده يرجع حياته. وفي حد عاقل يرفض العرض ده اصلا؟ وبعد كام يوم من اخر مره هم تقابلوا فيها، بنشوف شين وهو بيعزم هولي انها تشوف ماتش القتال بتاعه، واللي بيبقى في نادي على قد حاله يعني المصارعه. وبنشوف هولي وهي بتتفرج عليه من المدرجات، وبتشوف شين وهو بينجح في انه ينافس خصمه وكمان يكسب بكل سهوله. وبيبقى من راي هولي ان شين ده مش مكانه، وانه اشطر من كده بكتير، وانه لازم يبقى في فرقه ليها قيمه اكبر ومع ناس اقوى من كده بكتير. ولما بيخلص الماتش بتقوله انها وعدانها هتساعده، وفعلا هتعمل كده عشان يرجع مسيرته اللي بناها من سنين. وبنشوف هولي لما بتروح وبتفضل تدور على النت على كل المقاتلين الاقوياء، وبتنجح انها توصل لمقاتل جبار وقوي واللي بيبقى اسمه سواريز، وكمان بتنجح انها توصل لعنوان بيته. وفي تاني يوم بنشوف هولي وهي في قلب بيته، وبتكلمه شات وبتهدده وبتبعت له صورة عشان تستفزه، واللي بتبقى عبارة عن دواء علاجي وهو بيستخدمه، وبيبقى العلاج ده غير مصرح نهائيا. وبيبان على سواريز انه متضايق جدا ومتعصب من اللي بيتبعت له ومن التهديد ده، بس في نفس الوقت بيبقى خايف جدا على سمعته، وان الصحافة والاعلام والناس دي ممكن تدمر له حياته ومستقبله وشغله. وبنشوف هولي وهي بتعرض عليه صفقة في مقابل انها ما تفضحوش بكل حاجة، وفعلا بيوافق سواريز بالعرض ده واللي هنعرفه كمان شوية. وبعد كده بنشوف هولي وهي عند شين، واللي بيجيله مكالمة هتغير له حياته، وبيبقى مديره اللي بيعرفه ان عنده مباراة مهمة جدا قتال مع المقاتل سواريز، وبتبقى ميعادها بالظبط بعد 6 اسابيع. وبيبقى باين على شين انه مبسوط جدا من اللي سمعه، وبيبقى متحمس للقتال ده، وبيشكر شين على اللي عملته معاه. وبعد كده بنشوف شين طول الفترة اللي باقية للمباراة، وبيبقى بيتدرب كل يوم عشان يبقى جاهز كويس للقتال، وبيفضل يتمرن تمارين مكثفة أكتر عشان يستعد كويس للقتال اللي هيبقى مهم جدا وهيأثر بعد كده على مستقبله. وبنشوف هولي وهي مع شين وهو بيتمرن، وبتفضل تدعمه وتعلم من معنوياته وتصوره وهو بيتمرن عشان يتشهر أكتر والناس تتكلم عليه أكتر وأكتر. وبعد كده بيجي يوم القتال، أهم يوم بالنسبة لشين، وبنشوف شين مع هولي وهو بيسألها هل هي هتحب انها تيجي القتال وتتفرج عليه وهو بيقتل وتحضر يعني، بس هي بتبقى رافضه ده، وبتقرر انها تروح للبيت وتتفرج من على التلفزيون. وبيبقى القتال كله مليان بالحماس، والجماهير كلهم بيبقوا متوترين جدا لما بيلاحظوا ان شين مش مجرد مقاتل عادي. وبتبقى الصدمة بالنسبة للناس ان شين يكسب القتال، وبينجح انه يخلي سواريز يستسلم خالص في اخر جولة اللي هي الثالثة، وطبعا دي بتبقى صدمة لكل جماهير سواريز. وبعد المباراة لما بتخلص بنشوف شين وهو رايح لهولي يقعد معاه شوية عشان يشموا هوا في السطح ويتفرجوا على القمر مع بعض عشان يسلوا وقتهم، وكمان بيبقى جايب ايس كريم عشان ياكلوا مع بعض. وبنعرف ان شين عنده عادة انه بعد اي مباراة لازم ياكل بعدها ايس كريم عشان تساعده انه يهدى ويهدي جسمه. وبعد كده بنشوف شين وهو بيغازلها وبيعرفها ان ستايلها حلو جدا وعاجبه، وبيبان على هولي كده ان مشاعرها اتحركت وشكلها كده بدأت تحبه. وفجأة بيدي شين بوسة لهولي، بس الصدمة لما بيلاحظ شين مصور صحفي وبيبقى بيصوره وهو بيبوسها. السؤال هنا ازاي المصور شاف هولي والكاميرا جابتها؟ وبعد كده بيقوم شين عشان يجري ورا المصور ده، بس للأسف بينجح الصحفي انه يهرب بسرعة. وفي وقت النوم بنشوف شين والحوار ده مأثر عليه وكده كل حاجة بيبنيها هتتهد، بس هولي ما بتبقاش مهتمة باللي حصل وبالنسبة ليه عادي، وبتعرفوا انه هيظهر في الصورة لوحده وهي مش هتبان. وفي تاني يوم بنشوف هولي وهي طالعة من البيت تتمشى شوية في الشارع، وفي وقت ما كانت بتمشي بتلاحظ مقال كده صحفي متعلق في كل مكان، وبيبقى عنوانه مين تبقى صاحبة الظل دي. وبيبقى باين على هولي انها مبسوطة لانها ما ظهرتش في الصورة، وانها ظهرت على شكل ظل كده، وبتبقى الصورة ايقونية وهم وراهم القمر. وبعد كده بيعدي فترة من اخر قتال وبيجي لشين قتال تاني، وبعد كده في وقت اللقاء الصحفي اللي بيتعرض قبل القتال بنشوف تومي وهو عمال يراهن قدام الناس كلها وجمهوره اللي بيحبوه، وبيعرفوا منهم ما يخافوش وانه هيخلي شين كده كده يخسر ويكسر له عظمه بكل سهولة. وبيعرفوا انه هيعمل كده في اول جولة بس، ولما بيسمع شين الكلام ده بيتضايق جدا وبيتعصب، وبيفضل يتخانق مع تومي في قلب المؤتمر. وبيسأل الصحفيين اخر سؤال لشين، وهو هل صاحبة الظل دي تبقى جوليانا الممثلة المشهورة وحبيبته السابقة؟ بس بيقرر شين انه ما يردش على سؤاله ويتجاهله. وبعد لما المؤتمر الصحفي ده بيخلص بتنجح هولي انها تدخل ورا العربية باستخدام قدراتها الجبارة دي، وبنشوفها وهي بتقرر انها تبعت ليه صورة لحبيبة تومي اللي مصاحبها، وبنعرف انها تبقى عندها 16 سنة بس، وعشان كمان هولي تخوف
تعرف تومي اكتر بتقرر انها تبعت له بطاقه هويه البنت دي اللي بتبقى لسه كمان هي في المدرسه. وبيبان على تومي اول لما بيشوف الصور دي وصورته مع البنت بيبقى خايف جدا على سمعته قدام الناس ومسيرته وحب الناس ليه وجماهيره، وكمان المره دي بتعرض عليه هولي صفقه، وفعلا بيوافق عليها تومي عشان بيبقى خايف على مصلحته جدا. وبتبقى الصفقه ان تومي يخلي شين يكسب في القتال ويبقى بيلعب اي كلام يعني، وفعلا بيفوز شين المباراه دي. وبنعرف كمان ان سمعه شين بقت في السما بعد اللي حصل ده، وبترجع سمعته حلوه جدا وسط الناس واحسن من قبل كده كمان. وبعد اللي بيحصل ده بايام حلوه كده وبنشوف هولي واللي بتقرر انها تنشر اشاعات عن شين، واللي بنعرف انه هيقاتل اكتر مقاتل محترف في المجال واللي بيبقى اسمه جاكسون. وبنعرف كمان انه دايما بيكسب في اي قتال بيدخله، ومن الاخر يعني سمعته وسط الناس حلوه. وبتبقى هولي عماله تفكر هتفضح جاكسون ده ازاي، خصوصا انه ما دخلش في علاقه قبل كده وما ارتبطش، وكمان طاهر عمره ما شرب ولا ليه في السكه دي اصلا، وبيبقى انسان بيرفكت من الاخر. فبتقرر هولي انها تلجأ لشين عشان هو يساعدها في انه يعرف اي نقطه ضعف جاكسون. بس لما بتروح لهولي في البار عشان تساله السؤال ده في البار بتتصدم لما بتشوفه قاعد مع جوليانا الممثله وبيخونها، وبتعرف من كلامهم انهم رجعوا لبعض تاني زي السمن على العسل. فبتتضايق هولي جدا من اللي شافته وبتزعق فيه وبتقرر انها تمشي، بس بيقرر شين يمشي وراها عشان يهديها وبينجح فعلا انه يوصل لمكانها. وفي وقت ما هما الاتنين كانوا متعصبين وبيتخانقوا بتعرفوا هولي انها عملت كل حاجه عشانه وعشان حياته ترجع احسن، لدرجه انها اضطرت انها تهدد وتبتز تومي. فبينهار شين وبيتعصب جدا لما بيعرف اللي هي عملته انها لعبت بمشاعر الناس، وبيعرفها انه انسان نضيف وعارف انه شاطر ويقدر يهزم اي حد من غير غش، وانه عنده مبادئ مستحيل يتخلى عنها. وبيعرفها ان اللي هي عملته ده كان اسوأ حاجه تحصل، وبيعرفها انه عايز يبقى ناجح بنفسه وبمجهوده وشكرا، هو مش محتاج منها اي مساعده. وبيقرر انه ولا يعرفها تاني ومش عايز يتكلم معاها تاني، بس هو بيقرر انه يمشي ويسيبها. وبنشوف هولي وهي راجعه تاني لبيتها عشان ترجع تاني تعيش حياتها الكئيبه الممله اللي مفيش فيها تعامل مع بني ادمين وبشر، ومن غير وجود حد اسمه شين كان في حياتها في يوم من الايام. وبنشوفها وهي بتقرر ترجع تاني لشغلها، وهي انها تروح البار عشان تصور المشاهير وتروح تبيع الصور دي للصحافه والجرايد عشان تاخد فلوس. وبعد فتره من الحياه الممله اللي هي رجعت ليها بنشوف شين وهو رايح لها البيت وبيفضل يعتذر ليها وانه حس انه غلطان، وبيعرفها انه لما حياته باظت زمان وبقى فاشل ده ما كانش بسبب الصور اللي هي صورتها، بيعرفها ان ده كان بسبب غروره وثقته الزياده بنفسه وبقدراته، وان حياته ما كانش ليها طعم زي دلوقتي وكان عايش وخلاص. وبنعرف ان شين راح لها مخصوص عشان يعرفها الكلمتين دول كتر خيرك بصراحه، وبنعرف انه ما صالحهاش على اللي عمله وكمان ما رجعش علاقتهم تاني، وبيقرر انه ينفصل عنها. ولما بيمشي بتنهاره هولي بعد اللي سمعته، وبتبقى مش مصدقه اللي حصل معاها بسببه، وبتفضل ترمي وتكسر اي حاجه شايفاها قدامها. وفي يوم بنشوف هولي لما بتصحى وكعادتها بتبص في المرايه عشان تشوف نفسها، بس المره دي ما بتشوفش انعكاسها في المرايه، وبتبقى اول مره في حياتها تبقى مخفيه قدام نفسها هي، وبتبقى مصدومه وبتقرر انها تروح لشين عشان تشوفها اللي هو شايفها ولا لا. بس الصدمه ان هو الوحيد اللي كان بيقدر يشوفها عادي وكمان ما بيشوفهاش. فبتحس هولي ان خلاص كده حياتها باظت وانتهت، وبتحس بكميه احباط رهيبه، وبتقرر انها تلم حاجتها وتنقل لبلد تانية خالص عشان تعيش حياه جديده. بس بتقرر انها قبل ما تسافر وتمشي تروح عشان تزور عيلتها وتودعهم، وبنشوفها وهي بتساعد اختها عشان توري جوزها ايه نتيجه اختبار الحمل، وبتساعد اخوها كمان عشان بيبقى معجب بواحده ومحرج يكلمها، وبتساعده انه يتجرأ يكلمها ويعترف لها بكل حاجه. وبتلاحظ كمان هولي ان ابوها طلع انسان كويس مش زي ما كانت فاكره زمان حد ما بيهتمش بيها، عشان هي بتعرف انه بيروح دايما يزور قبر مرته المتوفيه بعد ما ماتت. وبتدرك هولي انها ما كانش لازم زمان تبذل مجهود عشان تخلي الناس يحبوها. وبعد كده بيجي يوم مباراه القتال النهائيه واللي بيبقى شين ضد جاكسون، وبنلاحظ في المباراه ان شين ولا شاطر ولا حاجه، وكمان بيبقى في فرق قوه كبير جدا بينهم، لدرجه ان جاكسون بيفضل يضرب شين كتير جدا لحد ما بيتعور وما بينجحش انه حتى يدافع عن نفسه. وبنشوف هولي لما بتحس ان شين في حاجه غلط وبتبقى قلقانه عليه جدا، طب ما هو سابك يا بنتي، وبتقرر انها تروح تحضر الماتش. وبتبقى زعلانه جدا وحاسه بالوجع لما بتشوف شين اللي كان حبيبها وبتحبه عمال بيتألم وبيتوجع جامد بسبب ضربات جاكسون القويه. فبتستغل هولي انها مخفيه وان محدش يقدر يشوفها، وبتقرر انها تتسلق الحلبة عشان تدخل جوه وتبقى جنب شين على الاقل يحس بوجودها. واول ما بتمسك ايده عشان تطمنه بتعرفوا انها معاه ومش هتسيبه دايما هتبقى جنبه، فجاه بيقدر تاني انه يشوفها تاني. والصدمه بقى يا عزيزي انه مش بس هو اللي قدر يشوفها، لا ده كل الناس اللي في المكان والحضور وكله شافها. فبيخرج الحارس هولي بره الحلبة علشان الماتش يكمل، بس بعد ده كله بيخرج برضه شين القتال، بس حصل خير يعني. وبعد ما المباراة بتخلص بيطلع شين عشان يشوف هولي، واول ما بيشوفها بيحضنها وبيرجعوا اخيرا تاني لبعض.
وفي تاني يوم بتقرر هولي وما تروح لابوها علشان يقابلوا بعض بجد، وبتبقى اول مره لابوها انه يشوفها بجد من سنين كتيره جدا، وبيفضلوا يحضنوا بعض وهم مش مصدقين اللي بيحصل وبيبقوا مبسوطين جدا. وبس كده بيخلص فيلمنا. لايكك وشيرك وكل الحاجات الحلوه دي، وبس كده. سلام يا عزيزي.